السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن قتل الإمام الحسين بن علي. لما مات خليفة أمير المسلمين علي بن أبي طالب حصل خلاف بين معاوية والحسن بن علي على خلافة المسلمين، وقام معاوية بحشد المسلمين ضد الحسن بن علي، وكانت هتقوم حرب كبيرة بين المسلمين، فتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية، وده لحقن دماء المسلمين. واتفقوا إن لما معاوية يموت الخلافة هترجع تاني للحسن والحسين، ولكن معاوية ما التزمش بالاتفاق ده ونصب ابنه يزيد خليفة للمسلمين قبل موته. من هنا غضب الإمام الحسين ابن علي على فعل معاوية، وقال لأخوه الحسن إن ما ينفعش يسيب معاوية يعمل اللي هو عاوزه هو ويزيد. وخرج الإمام الحسين إلى مكة وأقام بيها، وخرج منها على منطقة كربلاء بالقرب من الكوفة، وقام ببيعة يزيد كل من الوليد بن عتبة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر. اتفقوا على قتل الحسين بن علي يوم عاشوراء، وقيلوا إنه كان يوم الجمعة أو السبت أو الحد. واتقتل مع الحسين 82 رجل، فيهم الحارس ابن يزيد التميمي بعد ما تاب، بعد ما شافهم بيمنعوا المية عن الحسين، ولقى في جسد الحسين رضي الله عنه 33 طعنة و34 ضربة، واتقتل معاه من الفاطميين 17 رجلا. وقال الحسن البصري: أصيب مع الحسين 16 رجل من أهل بيته. استشهد الإمام الحسين رضي الله عنه عن عمر ناهز 56 عاما. رحم الله الإمام الحسين وأسكنه فسيح جناته. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.